كتبدا القصه ديالنا مع دافيد واحد الولد صغير ما عنده لا حول ولا قوه، حل عيني على الدنيا ولقى راسو مسجون في واحد المعتقل. الحلم ديالو يهرب من التعذيب والظلم وحيط البيت المظلم اللي مسجون فيه. وكان واحد السيد كيعرفو قال ليه بلي يمكن ليه يهرب، وعنده 30 ثانيه اللي كيفصل منها الضوء من الاسلاك الشائكه اللي دايره بديك المعتقل. وهاد 30 ثانيه كانت بالنسبه ليه هي الفرق بين الحياه والموت. كان كيقلب على اي ثغره، اي فرصه باش يهرب من هاد الكابوس. ملي طفى الضوء ديفيد ما فكر جوج مرات، خرج وجرى عند الحيط ديال السلك وبدا كيتسلق فيه بجهدو كامل. الحديد كان كيحس بيه كيقطع عليه في لحمه، ودموعه حبسهم في وسط عينيه باش ما يضيعش حتى ثانيه. ولكن الرغبه في الحريه كانت قوى من اي الم. غير وصل للجهه الاخرى وحط رجليه في الارض، ولكن في ديك اللحظه القدر كان معاه. زحف بشويه وسط الشوك والغابه حتى لقى راسو وسط الشجر، وهو كيقول في خاطرو انا دابا حر، انا ديفيد وغادي نوصل للدنمارك. وكتنتقل بين الاحداث وهو كيتمشى في واحد الغابه وكيقلب على شي مسلك د الخير. فجاه كيشوف واحد الكوخ شعل فيه العافيه، وسمع غوات ديال طلب المساعده من عند واحد البنت. غير سمع داك الغوات ديفيد لاح داكشي اللي كان هز في يديه وجرى دغيا للكوخ. واخا دخل الكتيف كان عامر في الكوخ، دفع الباب ودخل بلا تردد. شاف البنت مربوطه في واحد الكرسي. ديفيد زرب ودخل وسط العافيه باش يفكها، وطلب منها تحبس النفس باش ما تزيدش تشم الدخان ومن العافيه اللي كانت كتاكل حيوط الكوخ كامل. استعمل اخر ما بقى عنده من جهد باش يعتق البنت، ولكن غير خرجوا من الكوخ بشويه طاحوا بجوج على الارض وبداو كيفقدوا الوعي بشويه بشويه. وملي دافيد رجع فاق لقى البنت كتشوف فيه. دافيد تفكر فجاه داكشي اللي لاح من يدو، والبنت اللي كان فيها الفضول بغات تعرف شنو هو داكشي، ولكن هو جاوبها بطريقه غامضه باللي ما كاين والو لداخل. ملي البنت مدحات الشجاعه ديالو ديفيد ابتسم. كان هادي اول مره كيبتسم فيها من شحال هادي. في هاد اللحظه الام ديال البنت قربات بشويه وباست ديفيد على جبهته وعبرات على الشكر ديالها لديفيد حيت عتق بنتها، وعدات باش ترد ليه الجميل باش ما كان. والدي البنت حاولوا يتصلوا بعائله دافيد، ولكن لقاو بلي حتى واحد في المنطقه ما عمرو سمع به. دافيد من جهه اخرى رفض يكشف على اي معلومه على عائلته. الهويه ديال هذا الولد اللي عنده 12 عام زادت ولات غامضه، والابوين ديال البنت بداو كيشكوا فيه. بقاو كيسولوا دافيد وباغيين يعرفوا شكون هو، في الوقت اللي الراجل كان كيتحرك بطريقه كتخوف لجهه دافيد ما قدرش يحبس راسو باش ما يتفكرش ديك الذكريات الخايبه. غير هذه ايامات قليله دافيد كان في واحد المعتقل في بلغاريا وكيضربوا عليه تماره ديال بصح والاشغال الشاقه من الفوق بعيد ب1000 كيلومتر. كان عايش في هذا المعتقل من صغرو كيدير خدمه كتعاود وكتهرس الظهر كل نهار. دافيد اللي وجهه باقي رطب ولكن مرسوم عليه تقل الحياه، نسى كيفاش يبتسم وحتى فكر ينهي حياته. ولكن فين ما دافيد كان كيلقى صعوبات. واحد الاستاذ سميتو يان كان ديما واقف بجنبه. قال دافيد بلي خاصو يحاول يبقى عايش باش يقدر يغير القدر ديالو. داكشي علاش دافيد بدا كيفكر يهرب. ديك الليله وبتعابير جديه على وجهه كان كيسمع الهضره ديال واحد الراجل. هاد الليله هي الفرصه الوحيده ليك باش تهرب. خاصك تتبع التعليمات وتخرج من الكامب وتوصل للرساله المختومه بالشمع للدنمارك. الطريق غادي يكون صعيب. عقل مزيان. اولا العالم الخارجي ما كيرحمش، واخا واسع فيه مخاطر ما تثق في حتى واحد. ثانيا ما تفتحش الرساله قبل الوقت والا حياتك غادي تكون في خطر. دافيد حفظ هاد الكلمات وملي فاق مره اخرى يوهان اللي كان ناعس قبالته بان بحال الا حرك راسو كيسلم عليه. دافيد عرف باللي الوقت وصل. من بعد ما خدا الرساله المهمه بدا خطه الهروب ديالو باستعمال الغطاء ديال واحد الكاميون. نجح باش يهرب من الدوريات اللي عليها حراسه مشدده ووصل لتحت السياج اللي كان مغطي باسلاك الضوء. ملي شاف الاشاره في الظلام عرف باللي الضوء غادي يتقطع لمده 30 ثانيه، وهذا الوقت كان خاصو يتسلق دغيا ويدوز للجهه الاخرى. دافيد جمع شجاعته وطلع للفوق متجاهل تماما الالم ديال الاسلاك الشائكه اللي كانت كتقب جلده. غير حط رجليه في الارض ورجع عادي. ولكن قبل ما يزيد خطوات قلال سمع الغوات ديال العسكر وراه. ما بقى ليه غير يطلب زهرو. ملي دار لقى بلي العسكر غير كيغوتو يتخاصموا بيناتهم، ما مسوقينش للولد الصغير اللي قدام عينيهم. زرب ودخل الغابه القريبه وكيف ما كان مخطط جبد واحد الباكي كان مخبي تحت الشجره. لداخل لقى طرف ديال الخبز، موس وبوصاله وصابونه عندها قصه حزينه. من بعد ما جمع الاغراض ديالو ديفيد استعمل البوصله باش يلقى الاتجاه الصحيح. في الليل والبرد ولد وحيد كيجري كان خاصو يهرب من بلغاريا هاد الليله، ولكن طرف الخبز ما كافيش باش يعيشوا الليله كامله. من بعد ما شاف قافله دايزه دافيد استغل الفرصه وركب معاهم. ملي طلع الكاميو تخبى في واحد القنت لداخل كاع، وملي فاق عاوتاني كان الفجر والكاميو كان قرب يقطع الحدود. في هاد اللحظه مجموعه من العسكر وصلوا باش يديروا تفتيش روتيني. ملي شاف العسكر بالزي الرسمي قدامه ديفيد حس فجاه بالخلع وحمد الله ما كانوش رادين ليه البال. دافيد
نقز من الطوموبيل ولحسن الحظ فلت من التفتيش، ولكن تزادت له تماره، بقى مكمل بالجري حتى طاح الظلام وحتى وصل دافيد للحدود. ولكن هاد المره ما كانش محظوظ حيت كان سياج عالي ودايز فيه الضوء، ولكنه هو كان مدفوع بالرغبه القويه ديالو باش يعيش. حفر دغيا طريق تحت السياج، ولكن في الاخير كشفوه العسكر اللي كانوا كيدوروا. في اخر لحظه ملي وصلوا العسكر نجح يقطع الحدود، ولكن ملي دار اللور لقى بلي الرساله المهمه طاحت ليه في الارض. وفي اللحظه الحاسمه رجع اللور وهز الرساله. في هاد النقطه كان غير سلك رقيق كيفصل بينه وبين العسكر، والحمد لله ما زعموش يتيريو بالقرطاس في منطقه تابعه لدوله اخرى. مع فلاش خفيف ديال الضوء ديفيد اخيرا وصل للمحطه الاولى ديالو اليونان. من بعد كان خاصو يلقى طريقه باش يقطع البحر لايطاليا. وصل لواحد المرسى قريب، وبلا ما يشوفو حط طلع لواحد السفينه غاديه لايطاليا، تشبط في واحد الحبل ومن بعد تخبى دغيا في واحد المخزن السلعه. الاعصاب ديالو اللي مهلوكه خلات الناس صعيب عليه. الرساله المهمه في يدو كانت هي الامل الوحيد ديالو. وملي اخيرا دا الناس واحد المراه غامضه بانت في الحلم ديالو كتبتسم ليه، يمكن كانت الام ديال ديفيد من الذاكره ديالو، ولكن كل مره كان كيحل فيها عينيه الخيال ديال يان اللي كان كيبان قدامه. كيرافقوا في الايام الصعيبه. ديفيد قال ليان هاد المهمه صعيبه احتمال كبير يحصلونه، ولكن يان غير ابتسم وجاوبه مادام ديفيد حريفي في التخبيه وامله في الله كبير راه يقدر يديرها. كاينين بلايص ديال الخير في العالم وديفيد ديما غادي يلقاهم. دابا هذه هي الرحله ديال ديفيد، الوجهه ديالها هي الامل والحريه، ولكن يوهان كان في الاخر غير حلم بالنسبه لديفيد. الصباح الاخر فاق على صوت واحد من الطاقم كيهضر بزاف. الحمد لله ديفيد بحكم انه تعلم بزاف د اللغات في المعتقل قدر يفهم الهضره ديال داك السيد من الطاقم. السيد قال بلي السفينه ممنوع تهز الحراقه ودار باش يبلغ عليه المسؤولين. بالياس ديفيد جبد الموس ديالو من الجيب. الموس كان مصنع سوفيتي متقون، عجب السيد اللي في الطاقم. واخا السيد ما خداش البوصله اللي ديفيد كان شاد، وافق يعاون ديفيد بشرط ينزل قبل ما يدخلوا للمرسى. من بعد شويه د الوقت السفينه وصلت حدا المرسى. السيد ديال الطاقم لبس ديفيد جليد النجاة وهبطوا الماء بالحبل. تيار د الماء دا ديفيد لجنب البحر. واخا ديفيد دعا باللي ما خايفش وحيت عمره ما شاف البحر من قبل، كان مخلوع بزاف في اللحظه اللي قاس فيها الماء. والحمد لله الايمان اللي زرعو يان في دافيد خلاه يكمل، وبيان سور المشيئه الله. ملي دافيد فاق في الشط في النهار اللي موراه المنظر كان مختلف تماما على الذاكره ديالو في المعتقل. التل والبحر الازرق الصافي بان بحال الا كيحتفلوا بالوصول ديال دافيد قدر اخيرا يتشمش ويشم الهواء النقي ويغسل الغبره والوسخ والعرق ديال تمارد المعتقل. فجاه طياره دازت من الفوق ودافيد بخلعه حاول يتخبى. دافيد عرف باللي المهمه ديالو باقا بعيده باش تكمل وخاصو يكمل للشمال. من بعد وقت وصل لواحد المدينه غريبه، واخا ما كانوش عسكر كانوا هنا السيفيل. شوفات ديال الناس اللي دايزين من حداه خلاتو يحس بالخوف. الكلمات ديال يوهان بقاو كيتعاودوا في عقل دافيد. العالم الخارجي عامر بمخاطر، ما تثق في حتى واحد. داكشي علاش تمشى بحذر. كيقلب على الماكله ملي داز من حدا مخبزه مول المحل عرض عليه يدخل بحراره. وملي مول المحل عرف باللي دافيد ما عندوش الفلوس باش يشري الخبز ما كانش مشكل، مادام هو مستعد يعاون في الخدمه غادي ياخذ الخبز كمقابل. الشرط الوحيد ديال مول المحل هو ان دافيد يستقبل الكليان بابتسامه. ولكن دافيد اللي كبر في معتقل بان بحال الا عمره ما ابتسم في الماضي ديالو، وما كانش كاع كيعرف كيفاش يبتسم. ملي شاف التعبير ديال وجههم مول المحل دار عند القديسه اليزابيث وقال ليها كيفاش يقدر يكون شي ناس في هذا العالم ما كيعرفوش يبتسموا. من بعد عطى ديفيد كارت ديال القديسه اليزابيث كيتمنى ليه الحمايه الالهيه وسمحوا لي لهاد الهضره استغفر الله الذي لا شريك له. ومن بعد ما شرح كل شيء مول المحل قال باللي غادي يجيب ليه شويه د الخبز سخون. ولكن في بلاصه داكشي مشاو بدا كيهضر مع بوليسي في الباب. دافيد اللي كان رد معاه البال فهم دغيا شنو كيعني الزي الرسمي. ملي مول المحل والبوليسي وصلوا هو هرب بذكاء من المخبزه. من بعد ما سلت ليهم تجاه الجوع ديالو بدا كيجري باقصى سرعه. احساس الالم والخذلان كانت باينه عليه وعدم الثقه في اي واحد. من بعد شويه د الوقت ديفيد كان مهلوك بالعيا. جرى لواحد الغابه مهجوره وهو يتعكل وطاح. بقى ماشي كيتكور حتى اصطدم بشجره والبوصله ديالو تهرست في مره، وهذا الشيء خلى الباقي ديال الرحله اكثر صعوبه. ديفيد كان دايخ ما قادرش يلقى الطريق للقدام وبقى كيتلفت وسط الغابه كيحس براسو محبوس في الغابه. ديفيد تفكر الماضي المؤلم. دافيد كان جمع كل شيء في المعتقل باش يلقى صابونه ضيعه، ولكن ما عرفش شنو وقع من
من بعد عنده الرؤية ما واضحاش، اللي قدر يعقل عليه هو الصوت ديال السلاح كيتشارجا. ملي فاق من الحلمة ديفيد رجع للواقع، صلى في سكات للقديسة إليزابيث بحال إلا موجه بشي توجيه. ديفيد طلع لراس شجرة كبيرة ومن تما شاف الاتجاه ديال الطريق ديالو، انطلق في الرحلة ديالو بوحدو مرة أخرى. وملي وصل لواحد المدينة صغيرة حبسو واحد الكلب اللي بحال إلا ما قادرش يتحمل الحالة ديال دافيد، نباح وجرى عليه وبزز عليه يتسلق حيط عالي. مولات الكلب واحد المرأة شارفة وصلت في الوقت المناسب وبلا مقدمات، خشات سلة ديال الشراب الحر في يد دافيد وأمراتو يسلمها لمول واحد الفيرما وعطاتو الفلوس كمكافأة. دافيد تمشى بالزربة وكمل المهمة ديالو دغيا. كان كيشوف الضحك والنشاط في الفيرما، ما قدرش يتيق باللي حياة زوينة بحال هادي ممكن تكون بصح. واحد شوية وهي تردلو البال واحد المرأة وهي تجري عليه من البلاصة، ودافيد مشى بحالو. في طريقو هز واحد المراية مهرسة باغي غير يتأكد واش هو بصح كيبان كئيب وخايب كيف ما كيشوفوه الناس. شاف واحد الفيترينا د المحل القدام وبدا كيتريني على الابتسامة في المراية، باغي يرضي الناس الاخرين، ولكن حيت عمرو ما ابتسم قبل داكشي حس به ماشي طبيعي. ديفيد اللي كان كيموت بالجوع ما قدرش يقاوم راسو باش يشري الماكلة، ولكن ملي جبد الفلوس اللي معاه مول الحانوت قال ليه ما كافيينكش، وفي الاخير جرى عليه. دافيد ما بقى ليه غير الصبر على الجوع والعيا ويتكل على الله. شاف والطفل ديالها فرحانين في الزنقة، فكروه فمه وقال مع راسو كو كانت عندي عائلة ما غاديش نكون كنموت بالجوع في الزنقة. وفي هذا الوقت كامل دافيد تحمل كل شيء بوحدو، الذكريات المؤلمة غير كتزيد تولي واضحة اكثر واكثر. كيشوف مو في الذكريات ديالو كتنادي عليه. يوهان كان عنده الصح، غير بالبقاء حي يقدر يغير المصير ديالو. كان خاصو يوصل الرسالة اللي هاز للدنمارك باش يحل اللغز ديال الاصل ديالو. دافيد كمل الرحلة ديالو للشمال وهو ماشي للمدينة اللي باغي يوصل ليها. تلاقى مع واحد الكوبل كيتخاصموا، الطوموبيل ديالهم وقفات في نص الطريق حيت سالى ليهم المازوط، ولكن حتى واحد فيهم ما بغى يمشي لاقرب محطة باش يشري الوقود. دافيد اللي كله حماس تطوع مرة اخرى باش يقضي الغرض، هز البيدود المازوط ومشى للمحطة وبمساعدة واحد السيد ظريف موتور وصلوا ورجع سالم. وفي الطريق دافيد قال مع راسو ربما باقي الناس فيهم الخير والمحبة. من بعد ما وصل البيدود المازوط للكوبل دوروا معاه وعطاوه مكافأة سخية، ماشي غير قدر ياكل ويشبع، زاد شرا خنشة ديال الماكلة. دافيد كمل الرحلة ديالو مسافر في طريق الغابة، ومن بعد بقوة العيا طاح ناعس في الأرض. من بعد ما فاق كمل طريقه وماشي شاف واحد البنت بحال الملك كتلعب في الشمس مع جوج وليدات صغار كانوا فرحانين. دافيد بصعوبة باش فهم الشعور ديالهم، والدار ديال الوليدات كانت قصر فخم. دافيد طلع فوق الحيط باش يمتع العوينات ديالو، ولكن يلاه طلع شافوا واحد السيد وعطاه قتلة ديال لاصا. دافيد فك راسو وهرب مخلوع. ملي وصل لواحد البركة عاد لاحظ الدم هابط من نيف وكره هداك الدم المخلط بالحقد والألم، وحاول يغسلو بديك الصابونة الغالية. غسل الدم ولكن ما قدرش يغسل الحقد والظلم اللي مغروس لداخل فيه. بالغضب لاح الصابونة في الماء. وفي الماضي فين ما كان كيلقى صعوبات كان ديما كيطلب المساعدة من يان. دابا ديفيد كان حاير، واخا هرب علاش باقي كيحس بموجات ديال الخوف. جا سمع غوات ديال طلب المساعدة من الكوخ اللي كان كيتحرق. دافيد دخل الكوخ بلا تردد واعتق البنت المحبوسة. البنت كانت ماريا بنت مول القصر، وهذا الشيء اللي خلاه يجي لهذا القصر الفخم. ماريا عبرت عن الشكر الصادق ديالها لدافيد، والابتسامة ديالها خلات دافيد يفهم اخيرا المعنى ديال الفرحة. دافيد اللي تخلى على المخاوف ديالو بدا كيثيق في الحياة مرة اخرى. الولد اللي تعدى عليه البارح ما كانش شخص خايب، هو غير غلط في دافيد وصحابو الشفار. ومن بعد ما عرف باللي دافيد عتق اختو الولد قدم اعتذار صادق. كيف ما قال يان العداوة غالبا كتجي من الاختلافات، ربما التصرفات الغريبة ديال دافيد ممكن تكون هي اللي دارت سوء التفاهم، لكن اليد الممدودة ديال ماريا كانت كافية باش تحيد كاع الشكوك. هاد الثقة والدفء اللي ما مفهومينش هو بالضبط اللي باغي يفهم دافيد، اللي كبر في بيئة عنيفة واستغلالية. كان متشوق يفهم هاد الشعور، وبشوية بشوية علماتو يندمج في ديك البيئة. ولكن في هاد اللحظة كان باقي ما قادش يثيق باللي حوايج زوينين بحال هكا يقدروا يكونوا بصح كاينين. وعاود لماريا باللي شاف بزاف د الحوايج خايبين ملي كان صغير. هادشي اللي خلى ماريا تحس بلي دافيد كيبان جاهل تماما بالجمال ديال العالم، يمكن حيت بغات تعاونو يفهم الحياة اكثر. ماريا داتو للمكتبة ديال باها. المكتبة كانت عامرة بكتوبة ولوحات خطفوا الانتباه ديال دافيد، ولكن اكثر حاجة رد ليها البال دافيد كانت مجسم الكرة الارضية، وتساءل فين جات الدنمارك، ولكن ما كانش متوقع يسافر للشمال عبر سويسرا والمانيا. وفي هذه
اللحظة والدين ماريا وصلوا متشوقين يعرفوا شكون هو ديفيد، شكون هي عائلته، ولكن مول الدار اللي مولف يسول غير بالاشارات خلع دافيد عرف اللي ما قاصدينش شي حاجة خايبة، ولكن تساءل شحال خاصو باش يمسح الذكريات المؤلمة ديالو في المعتقل. وهو كيشوف الصابونة قدامه دافيد تفكر اخيرا السبب ديال المأساة اللي داز بها. دافيد كان سرق الصابونة من المكتب ديال الضابط، كان باغي غير صحابو يدوشو يتهلاو في راسهم، ولكن هاد الشي تسبب في مجزرة دموية بالنسبة اللي حصلوهم كيسرقوا في المعتقل. الضابط كان لازم يعاقبهم باش يكونوا عبرة للآخرين. دافيد زير على الصابونة في يدو وهو مخلوع، ولكن يان ملي اكتشف هو اللي سرق الصابونة خطفها من يدو. ولكن الضابط اللي كان حاضي هاد الشي كله ما كانش عنده اختيار من غير يعدم يان. الصوت ديال القرطاس رجع دافيد للواقع، عرف باللي خاصو يوصل للدنمارك في أسرع وقت ممكن، محيت الأمل ديال يوهان والكاتبة ديالو كاملة متعلقة بدافيد. بدل الحوايج وحط لاكارت ديال القديسة إليزابيث حدا المخدة ديال ماريا، كيتمنى باش تحمي هاد البنت الظريفة والزوينة، حس باللي هو ما يستاهلش حوايج زوينين بحال هكا. داكشي علاش دافيد انطلق مرة أخرى قاصد الدنمارك. دافيد كمل في طريقه للوجهة ديالو من بعد رحلة طويلة، وصل لواحد البحيرة زوينة. هنا دافيد تلاقى مع مرا كبيرة كترسم، عينيها كانوا ماضيين غير بشوفة وحدة. صوفي لاحظت واحد الحزن في وجه دافيد اللي ما كيناسبش السن ديالو، هادشي شعل الشغف الفني ديالها، وديفيد ولا هو الموديل ديالها. صوفي بقات كتشوف في دافيد اللي ما كيتحركش وساكت. صوفي قالت له واخا انا كنرسمك يمكن لك تتكلم، ولكن دافيد اعترف ببساطة باللي ما عارف ما يقول. صوفي تعصبات ولكن بقات محترمة الرغبة ديال دافيد. من بعد عرضت عليه لدارها الغدا. من سوء الحظ كان الدار ديال صوفي في الجهة الاخرى ديال الحدود في سويسرا، ولكن دافيد بان له هادشي مناسب تماما مع داكشي اللي باغي، حيت المحطة ديالو الجاية باش يوصل للدنمارك هي سويسرا. دافيد قبل بفرح التوصيلة ديال صوفي. في الطريق صوفي سولات دافيد واش والديه غادي يتقلقوا عليه وهو مسافر بوحدو. دافيد رفض يجاوبها، وصوفي ما ضغطاتش عليه في الموضوع. دغيا بجوج وصلوا لمعبر الحدود وشافوا حراس بزي رسمي كيفليو الوراق. دافيد في البلاصة توتر وبغى ينزل من الطوموبيل. صوفي لاحظت الخوف ديال دافيد وقالت ليه تهدن، شفتيش هنا ماشي مزير. ملي الحارس جاي يشوف لاكارت ديال دافيد، صوفي شرحت باللي دافيد حفيدها ونسى لاكارت ديالو في الدار. دافيد كان خاصو يبتسم باش يأكد كلام صوفي، لكن الحارس كان مصر. ولكن صوفي عاودت له نكتة والحارس طرطق بالضحك. ومن بعد رحلة طويلة دافيد لقى راسو في دار صوفي. تما لواحد اللحظة حس براسو بحال الا تزاد من جديد. صوفي اللي كانت فقدات ولدها في واحد الوباء شافت في دافيد داك الولد اللي مشى ليها. دافيد كان خايف مخبي حقيقته ومرعوب من الناس، لدرجة انه ملي سولت صوفي على عائلته كذب وقال باللي كيسكن في السير. ولكن صوفي بقلبها الكبير حسات به ووعداتو باللي هو في امان وما كاين اللي يديه. تما دافيد نزل كاع الدفاعات ديالو وبكى بحرقة في حضنها ونعس لأول مرة بلا كوابيس. الصباح دافيد خرج يشوف الجمال ديال العالم اللي كان حارم راسو منه. صيفطاتو صوفي اكتشف المدينة وقالت ليه كلمة بدلات ليه حياته: الا ما بقيتيش كتثق في الناس الحياة غتفقد المعنى ديالها. دافيد دخل الكنيسة وتلاقى مع ضابط. في البداية تخلع ملي شاف الفردي، ولكن تفكر كلام صوفي، سلم على الضابط بصدق وتفاجأ ملي الضابط رد عليه بابتسامة ودعاء. وفي هاد اللحظة الذاكرة ديالو رجعت كاملة. تفكر باللي واحد الضابط في المعتقل ضحى براسو وساعدو باش يهرب وعطاه معلومات سرية، ولكن الندم والخوف هما اللي كانوا مخليين دافيد ناسي هاد الحقيقة. دافيد مشى للمكتب وتلاقى بصوفي، وتما طاحت عينو الى واحد الكتاب سميتو الرحلة والحزن. ملي شاف تصويرة الكاتبة تما كانت الصدمة ديال حياته. الكاتبة هي الام ديالو اللي كان كيحلم بها. عرف باللي ديك الرسالة اللي كانت معاه والضابط اللي عاونو كانوا كلهم باش يوصلوه لعندها للدنمارك. صوفي ما تعطلات، شداتو لمركز الشرطة. بالمساعدة ديالهم ركب دافيد في الطيارة وهو في السما. تخيل صاحبو يان كيبتسم ليه ويقول ليه باللي دابا يقدر يبدا حياة جديدة. فاش نزل دافيد رجليه في الدنمارك لقى الام ديالو لابسه كسوة حمرا كتسناه. مشى جهتها وقال جملة وحدة فيها كل شيء: انا دافيد. وهي جاوباتو بالدموع: انا عارفة. والفرحة كملات وتعانقوا من بعد سنوات ديال الفراق. وهنا دافيد فهم باللي واخا كاين القبيح في العالم اللي زوين ديما كيكون كتر منه. وهنا تسالات القصة ديالنا وتعلمنا من دافيد باللي واخا الظلام كيطول الخير ديما كينتصر، حيت هو اللي كيعطينا الشجاعة باش نعيشو. والشر واخا يكون قوي كيبقى غير سحابة دايزة. وخليو ليا شي تعليق، قولوا ليا فيه واش حتى نتوما كتامنوا باللي فيه الخير هو اللي كيبقى.
موفقة، وشكرا لكم بزاف على المتابعة واللايك، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو.